بخوري آگشتی بناب دسته پرورده یا نفشه ترفعته هم کریار دجمروبی و نافلاقیه یکو رژیم سوریه و روسیه لطنیمه پیکتینه و پیشان آنها شکرد و عربان سیستماتیک و قریش لطافه اشرافیه شیخ مقصود و حریم شعب و شرمزار دکن گله که جمعه بخواه هری بنگهی این کو دست سال 20 و یکی ده جمهورو را حاطن دایم بیپار اشتنه یاسا و پیمان نقدولتی این کو جالیه رژیم سوریه با حاطن انزا کرد بوده دا آزادی اگل درگاندن نیرین آخا جبو جیان که برومت و مسوگر کرن پرورده ازارو کن و دبار جیان وان لستما داگت کرن افرین و حتان ها هم دبن دورپیج و چند انشاته آنده جوالی دن به رژیم سوریه همو داری کتن و نفچه این کو کرد لید جین گرتنه نهاجی رای لحاظن پیدوین جیانی و تندرستی گرتنه داکو هم نچار بکن و بکن بس سرواری آوان جبو به دورپیچ کل سرمت بشادن جواب نفدولتی لحنبر ایش و آزار کردان بدنگل در انجام داری پیمانگه و دبستان هاتن گرتن و ریناد کو ستومانی و درمان بکن حرم شعبای پیوستی آمه به هیا کو هزار زارو کانجی ما به پرورده بزمان دایگه بپار اشتنه ما فی ما و زارو که متنه که هم بجین و پرورده ببن بانگ آماج رخصتن نفدولتی را که حتی نها لنبر به پیکرن و کریار نه اخلاقی یم بردوان بسرگل کرد و سوریه بگیشتی حرم اشراب و طایبت کورن داخواز ما او اکو عبدو پیچگرن لسر حرم آوار را کرن و خاندکار و شاگرد بگرن دبستانه بيان إلى رأي العام باسم هيئة التربية والتعليم في ناحية الرفعة إننا ندين ونستنكر الإجراءات التعسفية اللا أخلاقية التي ترتكب بحقنا من قبل النظام السوري والروسي المتمثل بالحصار الخانق الممنهج الذي يلف جسد الكردي والعربي في الأشرفية والشيخ مقصود ومنطقة شهباء ابتداء بحرمانها من أبسط الحقوق الممنوحة للإنسان في القرن ال11 ضارب عرض حائط القوانين والمواثيق الدولية الموافق عليها من قبل النظام السوري المتضمن الحرية الشعوب في التعبير عن رأيها والعيش الكريم وضمان التعليم للأطفال وتأمين السبل العيش لهم لكننا نعاني من الحصار منذ احتلال عفرين إلى الآن نحن محاصرون بين فكاي المرتزقة من جهة والنظام السوري من جهة أخرى التي سدت كل أبواب الدخول إلى مناطق التي يتواجد فيها الكرد ومنع دخول الاحتياجات المعيشية والصحية بهدف إرغامنا للانطواء تحت جناحيها أمام هذا الحصار فالمجتمع الدولي صامت حيال ما يعانيه الكرد إزاء الحصار وما نتج عنه من إغلاق المدارس والمعاهد وعدم السماح بدخول المحروقات والأدوية إلى منطقة شهباء التي نحن بأمس الحاجة إليها وحرمان آلاف الأطفال من حق التعليم بلغة الأم أليس لنا ولأطفالنا الحق في العيش والتعليم؟ نداؤنا إلى المنظمات التي ما زالت فاقدة البصر حيال ما يجري من انتهاكات والإجراءات اللا أخلاقية بحق الشعب الكردي في سوريا عامة ومنطقة شهباء خاصة ونطالب بفك الحصار على مناطقنا ورجوع الطلاب والتلاميذ إلى مدارسهم لا للحصار لا للصمت الدولي نعم للحرية. Statement toward public opinion, education and security in Al-Shaba Canton. We condemn, denounce and decry the arbitrary and immoral measures committed against us by the Syrian and Russian regime represented by the systematic suffocating siege that envelops the Kurdish and Arab bodies in Al-Shafiya, Sheikh Maqsood and Al-Shaba region, starting with depriving them of the most basic rights granted to human beings in the 21st century. International laws and covenants signed by the Syrian regime, which include the freedom of people to express their opinion, to live in dignity, to ensure education for children, and to secure livelihoods for them. But we have been suffering from the siege since the occupation of Afrin until now. We are trapped between the jaws of mercenaries on the one hand and the Syrian regime on the other hand, which block our entry doors to the areas where the Kurds and Arabs are present.
are prevented the entry of living and health needs in order to forces to fall under its wings. In front of the siege, the international community is silent regarding the suffering of Kurd and Arab in the face of the siege and the resulting closure of schools and institutes, not allowing the entry of fuel and medicine into the Al-Shaba region, which we desperately need, and depriving thousands of children of the right to education in their mother tongue. Don't we and our children have the right to live in and be educated? Our appeal to organizations that are still blind to the ongoing violation and immoral measures against the Kurdish people in Syria in general and Al-Shaba region in particular. We call for the dismantling of the blockade of our areas and for students to return to their schools.